اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبسلام. انا بشكر كل اللي داخل لي في القناة جوه مصر وبره مصر. ويلا نشوف ست الحبايب كده عاملة ايه النهاردة فطار في رمضان. عاملة فطار جميل ولذيذ وشكله يتكلم عنه. انا عاملة معاكم اللحمة والرز، وعاملة مصورة معاكم الكرنب، محشي الكرنب. وعملت طبعا ورق عنب عشان مصوراه معاكم قبل كده، عملت معاكم دكر بط اهومت يا حبايبي. وكل سنه وانتم طيبين واولادكم طيبين. يلا بينا نشوف الطريقه. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وسلام. كل سنه وانتم طيبين واولادكم طيبه. وخلي بالكم من مطبخ ست الحبايب يا حبايب. يلا نشوف ست الحبايب عاملين النهارده كده. انا عامله معايا دكر بط جميل وغسلاه ونقعاه بالمحلول، الليمون ومعلقه السكر وحبه ملح وحبه خل. قاعد يجي 3 ساعات. وشوف غسله ازاي فله فله. والبصله اهي. ويلا بينا نحطوه بقى في الحل. نحطوه في الحل اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ده فطارنا بقى في رمضان، الفطار بتاعنا. وبصلايه والكبدايه مش هنلاقي في حاجه منها طبعا. حبتين اهو، مش ياما، يجي 5 حبات. والمهم رشة الملح سوا بط ولا أي حاجة. رشة الملح لأي طيور على طول عشان ما تلاقيش أي ريحة. أنا حاطة حبايبي فلفل أسمر. أنا بقى بقول لكم ملح. الملح ده بيتحط في الآخر. ده إيه؟ ذكر البط. هنحط برضو إيه؟ إحنا بنحب نحط له الطماطم كده. بصوا أنا مخلطاها برضو أهي. مخلطة الطماطم ومصفياها كده بقى. حبة شوربة بط جميلة ولذيذة اهي. عبل ما تخلص وتستوي وهرجع لكم. يلا بينا نشوفوا بقى بقية الفطار. دي محشي بنجر. شوفي لسه بيغلى اهو. انا عامله مع ذكر البط محشي بنجر جميل. دي البنجر اللي احنا بنحطوه في اللي المخلل ده. ورق محشي بنجر جميل ازاي، وبيبقى زي الزبده بالظبط. ويلا نوريكم محشي الكرنب. بصوا يا حبايبي، حله محشي الكرنب لسه اهي. عامله محشي بنجر ومحشي كرنب مع الذكر البط اهو يا حبايبي. فطرنا في رمضان. كل سنه وانتم طيبين وعلى عرفه متقابلين. ويلا بينا نوريكم برام الرز. هو البرام اهوت قدامكم اهوت، لسه شايل اهو اهو يا حبايبي البرام. وكل سنه وانتم طيبين. وريت لكم النهارده الفطار ذكر بط ومحشي كرنب ومحشي بنجر وبرام الرز يا حبايبي. فطرنا النهارده في رمضان. كل سنه وانتم طيبين واولادكم طيبه يا رب. قبل ما يستوى كله وانا بغرف هوريكم كل حاجه. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وبسلام. النهارده انا معايا كيلو لحمه اهوت، وحطيت معلقتين زيت في الحله. انا قلت اشوحه معاكم اهو. بصوا بحط كيلو لحمه وبحط حبهان وحبه فلفل مجروش اهي. هو قلب بس عشان انا معايا الكاميرا مش عارفه. النهارده اول يوم رمضان. كل سنه وانتم طيبين. وعامله حله محشي. شوفوا المهم حله المحشي. بصوا يا حبايبي انا معاكم واحده واحده. حله محشي جميله اهي، عاوزه تغلى اهي. وقلت اشوح. انا جايبين كيلو لحمه احنا من جواهم مريض، وبشوحها. بحب اشوحها وبعدين انزل عليها بصوا يا حبايبي انا شوحتها. وحبه الفلفل الاسمر والحبهان جمال. وبحط بقى الميه معاكم اهو. واحده واحده نحط الميه. شوحتيها لابد تاخد لون بقى. واحط الميه زي ما انتم شايفين كده، الميه سخنه. ونزودتيها اي لحمه واي لو بط لو اي حاجه لابد تسخني لها الميه تغليها. انا حطيت معاكم اهو. بصوا اللحمه اهي يا حبايبي عشان انا بوريكم. احط برده طماطمتين اهي اهو. وهزود ميه وارجع لكم. وبعد الشوربه يا حبايبي بتاعت اللحمه بعد ما شوحتها معاكم، بص اهي حطيت لها مع شويه طماطم مخلطاهم. وشوف اللحمه جميله اهي، جميله ولذيذه. واللحمه لما تستوي بقى يرجع لكم. وحله المحشي جميله.
شوف الطبق بقى بتاع حماتي، كانت دايما تحط الحلة وتحط اللي قبل ما تنزل فيها عليها الشوربة تكون حاطة الطبق ده. ربنا يرحمها ويسامحها ويرجتها في الجنة. أنا وريتكم المحشي ووريتكم اللحمة، قبل ما يستووا بقى هغرف معاكم ايه في الفطار إن شاء الله. وكل سنة وأنتم طيبين وأولادكم طيبة.